خذوا أجرا والله يا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. لا يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وزيد الرزق وكل ما حاجه زوينه كتمناوها ان شاء الله ربي يحققها لكم في هذه العواشر المباركه. كما كتشوفوا ان شاء الله غادي نوجد معكم الشباكيه بالطريقه ديالي اللي كندير انا كل عام دائما، والحمد لله ديما ناجحه معايا. عندي هنا كاس ديال الزيت مخلطه، نص بلديه ونص مائده، وعندي هنا كاس ديال الزبده اللي مذوب، عندي هنا كاس ديال الجنجلان اللي غادي نطحنو مزيان، وعندي كاس ديال اللوز اللي هو حتى هو نطحنو مزيان، عندي هنا كاس ديال ماء الزهر، وعندي هنا كاس ديال الماء، عندي كيلو ديال الدقيق، عندي 4 المعالق ديال الخل، عندي هنا كما كتشوفوا معلقه صغيره ما عمراش مزيان ديال بيكين باودر ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي هنا معلقه صغيره ديال النافع، ومعلقه صغيره ديال حبه الحلاوه، وعندي معلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه، عندي هنا قريصه ديال الملح كما كتشوفوا، عندي هنا قريصه ديال الزعفران الملون، الا عندكم زعفران الشجره حتى هو تقدروا تستعملوه، عندي هنا قريصه ديال الخميره ديال الدار ديال الخبز ديال العجين. دابا غادي نبداو على بركه الله. نسيت ما قلت لكمش، عندي هنا بيضه اللي وجدتها في القصه. دابا غادي نخوي جميع المكونات، كنبدا انا بالزيوت وداكشي، وغنطحن اللوز ونطحن الجنجلان، غنحطهم هنا ان شاء الله ونتلاقاو. هنا كما كتشوفوا معايا طحنت الجنجلان مزيان اللي ما محمص ما حتى شي حاجه، كي خضر طحنته ديريكتومون، وهنايا عندي اللوز اللي حتى هو بقشورو ما محمر ما حتى شي حاجه، طحنته كما كتشوفوا طحون مزيان. غادي نزيد كاس ديال ماء الزهر، نزيد كاس ديال الزيت اللي مخلط، نص كاس زيت المائده ونص كاس زيت البلديه، عندي هنا الزبده اللي مذوبه، وعندي هنا كاس ديال الماء، غادي نزيد 4 المعالق ديال الخل، غادي نزيد الخميره والقرفه والخمير، المهم غنزيد هادشي كلشي، غادي نجمع كلشي جميع المكونات في مره، عاد ندير الدقيق. دابا غادي نخلط هادشي كامل ندوبو في بعضياتو، ندوب اللوز والجنجلان. هنا كما كتشوفوا دوبت الجنجلان واللوز بهذه الطريقه هذه، دوبتو كامل في الماء، ودابا غادي ندير الدقيق. دقيق بيض يكون من النوع الجيد، يكون من نوع المزيان. نجمع العجين ونتلاقاو ان شاء الله. ونصيحه تكون العجينه قاصحه، شحال ما كانت قاصحه غادي تساعدكم في التشباك وتعاونكم بزاف. الا درتوها شاريه غتبقاو تزيدوا الدقيق شويه بشويه غادي تعذبكم بزاف. كما كتشوفوا معايا جمعت العجين وقاصحه، وكنحاول نجمعها كامله، لان عاد غادي نحشيوها في ميكا بلاستيكه وغادي تولي تطلق الزبده، غتولي تطلق في العجينه وغادي تطرخ علينا. يعني شحال ما قصحتوها شحال ما مزيان ان شاء الله تعاونكم. كما كتشوفوا معايا جمعت العجين ديالي، القوام ديالها ما قاصحاش بزاف وما جارياش ثاني، لان مازال غادي تزيد تنطلق باش ما تعذبش ان شاء الله فاش نورقوها. دابا غادي نديرها كويرات. كما كتشوفوا هنا قسمتها على 8 الكويرات، غنحشيها في واحد ميكا بلاستيك غذائي. ودابا غادي نبقى نطلق وحده بوحده، كيحس هذا الجنب بسم الله.
ندير لهم كلهم بهذه الطريقه هذه اللي غادي نطويهم كلهم، تبعهم وحده وحده حتى نسالي. هنا البنات ساليت جميع العجينه، درتها في بلاستيكه، ارتحت واحد 10 دقائق، غطيتها ارتحت واحد 10 دقائق وبديت كنطلق فيها. هنا من بعد ما طلقت العجينه كما كتشوفوا طلقتها رقيقه، شحال ما رققتوا الشباكيه ديالكم شحال ما زوينه غتجي معكم. انا عندي هاد القطعه هذه البنات ديال اسبانيا شريتها من الشينوا 2.50 €. دابا غادي نبدا نقطع ان شاء الله. هنا البنات كما كتشوفوا معايا غادي نهزو نحط واحد فوق واحد، غادي ندير 8 ديال الاشرطه واحد فوق واحد. نحسب ندير 8 كلهم باش كتجي الشباكيه كبيره وكتجي مشبكه. انا درت هذه كعبار باش يجيني كلشي الحجم مقاد، لكن نتوما لكم الاختيار. بغيتو تبربرو، بغيتو ديروا عينكم ميزانكم، لكم الاختيار، كل واحد كيتصرف في الحجم اللي بغا. هنا البنات كنجيب موس وكنبقى نفرقها ما بيناتها باش كتجي مشبكه، كتجي مرقه من الداخل. صراحه انا ديما كيعجبني هذا الشكل، دائما كنديرو. انا غادي نورق معكم ان شاء الله الشباكيه العاديه اللي معروفه ديال دائما، ولكن انا كنفضل ندير هذا الشكل هذا هو الشكل اللي درت تقريب كله، غير وحده اللي ورقت معكم باش نوريكم الطويان بالطريقه ديالي اللي كندير الطرق العادي اللي كنديرو دائما. دابا البنات انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه اللي غادي نورق جميع الشباكيه ديالي بهذه الطريقه هذه. ندير 8 الاشرطه واحد فوق واحد وديك الساعات نبقى نورقهم بالموس.
whoa, 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 whoa. هنا البنات من بعد ما يبسات لي الشباكيه يبسات مزيان، غادي ندوز نوجد العسل. وهنا من بعد ما سخنات لي الزيت ديالي غنبقى ندير الشباكيه شويه بشويه. شحال ما خليتوها يبسات البنات غادي تساعدكم وغادي تعاونكم وما غاديش تحل نهائيا معكم في الزيت. انا ما تحلات لياش، تحلوا ليا واحد جوج ولا ثلاثه. غنستمر بهذه الطريقه، كلشي كيعرف كيفاش يقلي، كلشي كيعرف اللون اللي كيبغي هو. الا بغى يعني محمره اكثر يخليها تحمر، بغاها شويه كيما درت انا، ما حمرتها بزاف، يعني واحد اللون ذهبي اللي جميل صراحه، ما محمره بزاف ما بيضه. وهنا كندخل العسل في الشباكيه ديالي، كنخليها تشرب مزيان مزيان، عاد كنحيدها من العسل، ومره كنبقى نحركها ونقلب فيها وندير العسل فوقها باش تشرب مزيان. وهنا البنات كما كتشوفوا قليت تقريبا النص، كنقلي وكنقطر من العسل. صراحه عاونتني مرات لوسي وعاونتني حتى عكوستي، الله يخلي لها صحتها والله يشافيها ويعافيها يا ربي ويطولنا في عمرها. كنقلي وكنعسل. هذا هو شكل نهائي البنات كما كتشوفوا. هذا هو الشكل اللي لويت معكم، الشباكيه العاديه ديال دائما اللي كنعرفوا الطويان ديالها. وهنا نفتح معكم وحده تشوفوا لها الشاشه ديالها، صراحه كتجي هشيشه ومعلكه ومحمره كلها، صراحه كتجي غزاله لا منظر ولا المذاق. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وتنجح معكم، ونتمنى لكم عواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم. ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لي تعليق، تخليوا لي تعليق جميل ان شاء الله. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، يدير ابوني ويرفع الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه.